تعالوا ان شاء الله هعمل معاكم النهارده مندي الفراخ. حاجه كده بتتعمل في حله واحده او طاجن واحد، لا محتاجه بقى لا مواعين ولا ادوات كتير، كله بيتعمل في حله واحده وبتتحط في الفرن. مقاديرنا: الفراخ العدد اللي انت عايزاه، ورز بسمتي، ولا هبقى هنحفر ولا هنكتم ولا اي حاجه، حاجه كده تتعمل من الاخر سوبر مية مية. يلا بقى نشوف مقاديرنا، يلا بينا. بص بقى، عشان اعمل المندي انا جبت فرخه قسمتها نصين وشرحتها كده، اللحم والجلد علشان التتبيله تدخل فيها وتتدبل حلو قوي. وقبل اي حاجه لازم انشفها كويس جدا بمناديل المطبخ عشان اتخلص من اي سوائل فيها. التوابل بقى اللي عندي سهله جدا: ملح، فلفل اسود، بابريكا، كركم، وبهارات فراخ او 7 بهارات اللي عندك، بس انا استخدمت عندي هنا 7 بهارات. وعندي هنا بودرة زعفران، دي بتجيبيها من العطار، سهلة جدا، دي هتدينا اللون. بس هنخلط كل التوابل دي كلها مع شوية زيت. يعني انتوا زي ما انتوا شايفين انا حطيت الزيت كده على التوابل وفضلت اقلب لحد ما تتكون معايا المعجون اللي انتوا شايفينه ده، ونزلت بيه على الفراخ. اهم حاجة لازم ادخلها في الشقوق اللي انا عملتها. خلوا بالكم اللون الاصفر ده، انا للاسف ما كانش عندي جلافز او جوانتي البسه، فصفر لي ايدي شويه، بس مع الغسيل والاستمرار هيروح في ساعتها، يعني مش مشكله. يعني لو عندك جوانتي البسي افضل، بس انا للاسف ما كانش عندي. زي ما انتوا شايفين دعكت الفراخ كويس جدا ودخلت التابل او التوابل دي كلها جوه الفراخ وبين الشقوق. ويا سلام بقى لو بيتيها ليله او اقل حاجه ساعتين عشان تشرب من التتبيله دي كويس جدا. انا للاسف استعملتها بعد حوالي 3 ساعات، كانت حلوه قوي برضو، مفيش اي مشكله. انا زي ما قلت لكم دي ما بتاخدش معانا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. جبت بقى طاسه على النار، حطيت عليها شويه زيت ونزلت بيها ببصلايه مقطعه زي ما انتوا شايفين، يدوبك دبلت معايا. نزلت عليها بقى عندي قرنفل، كام حبات قرنفل كده، ما تكتريش عشان ما يمررش معاكي، و2 لومي او 3 او الليمون المجفف، وحبهان. هو المفروض اتحط عليها كمان عود من القرفة، بس انا للاسف ما كانش عندي، اعتمدت على التوابل اللي انا حطيتها في الفراخ فيها قرفة برضو، ما فيش مشاكل. يعني لو عندك عود قرفة خشب حطيه. كان عندي بقى جزراية قطعتها شرايح وقلبتها مع البصل ودبلت كل ده مع بعضه. انا عملت المندي عندي عملته في الطاجن، عندي طاجن كبير كده، اخد معايا كيلو الا ربع من الرز البسمتي. الطاجن طلعته وحطيت عليه الخليط اللي انا عملته كل ده، اللي هو البصل بالجزر بالتوابل، ونزلت عليه بالرز. انا غسلته بس ما نقعتوش، وحطيت له شويه ملح عشان انا هسقيه بالشوربه. ما عندكيش شوربه انزلي بميه عادي وملحيه عادي جدا، لو عندك مكعب مرق حطيه. انا عندي هنا شوربه فراخ كانت عندي، ونزلت بيها على الرز حوالي عقله كده من الصباع وزياده شويه، عقلتين الا شويه، يعني ارتفاع الميه عن الرز، ما تزوديش عن كده. وابتديت بقى اغطه بالورق الفويل، ورقه واتنين وتلاته. يعني الورق الفويل يا ريت تكتميه على قد ما تقدري تكتمي الطاجن. انا حطيت ورقتين كده، كتمته كويس جدا، ومن النص كده يعني نزلت الورق شويه على اساس ياخد الحيز بتاع الفراخ وينزل عليه كويس. بعد كده اديته ورق زبده طبعا عشان يبقى صحي، وفي نفس الوقت الفراخ ما تلزقش على الورق الفويل. لما حطيت ورق الزبدة جبت عصاية الشيش طاووق وابتدي اخرم كده خروم علشان السائل اللي هينزل من الفراخ ينزل على الرز. حطيت بقى الفراخ على ورق الزبدة كل ده، والفرن بتاعك شغال مش اقل من تلت ساعة، يعني لازم الفرن عندك يكون سخن. بعد ما حطيت الفراخ طلعت عليها ورق الزبدة تاني، وبعد كده حطيت ورق فويل وكتمته بقى بالغطا بتاع الطاجن
انا كتمته كتمه تمام. قعد معايا في الفرن ساعتين الا ربع حسب الفرن عندك، ما تقرب لهوش، على درجه حراره 200. بصوا بقى لما طلع الفراخ مستويه تحفه، يعني تدوب في البق. علشان اتاكد انها مستويه جبت عصايه الشيش طاووق كده، او اي يعني اتاكد لو في سائل طلع من الفراخ يبقى كده الفراخ لسه ما استوتش. انا لقيتها مية مية خلاص استوت. انا ما كانش عاجبني الشكل ده، حطيتها تحت الشوايه شويه ادتني الاحمرار اللي انتوا شايفينه ده. انا لحد دلوقتي لسه ما شفتش الرز تحت عامل ايه، بس طالما الفراخ استوت اكيد 1000000% الرز استوى. انا مدياله ميته مظبوط، والسائل برضو بتاع الفراخ نزل عليه، فاكيد استوى. شلت بقى الفراخ من على الوش كده، حطيته في طبق جانبي، وابتديت اشيل بقى الورق الزبده والورق الفويل. السائل اللي انتوا شايفينه ده انا مش هرميه، انا هحطه على الرز ده، البهاريز كلها يعني زي ما انتوا شايفين دلقته كده على الرز. هنا بقى اتفاجئت بشكل الرز. انا الرز على فكره ما كنتش حاطه له اي الوان، اللون الاصفر اللي انتوا شايفينه ده اللي هو نازل من السائل اللي نازل من الفراخ، خلالي شكل الرز حبايه وحبايه لوحده. الريحه يا ريتكم كنتوا معايا كنتوا شميتوا الريحه، وهمي حلوه جدا. ابتديت بقى اقلب الرز زي ما انتوا شايفين مفلفل ومستوي. انا ابتديت بقى اشيل الليمون او اللومي ده، لان انا مش حابه اكله مع الرز، يعني هو اداني خلاص التيست بتاعه، فابتديت اشيله. بصوا بقى شكل الرز عامل ازاي، مفلفل وتحفه، وما خدش معايا مجهود، ما خدش معايا وقت. يعني انت لو عندك عزومه قبلها بساعتين حضريها وحطيه في الفرن ونسيه. طبعا مندي يعني لازم فحمايه. رجعت الفراخ تاني على الرز، وابتديت بقى حطيت بقى ورقه قصدير او ورقه فويل، وحطيت عليه الفحمايه، وشويه زيت كده على الفحمايه عشان تديلي ريحه المندي وريحه الشوى بجد. الله على الريحه، والله على كمان الطعم بتاعه. جربوه ان شاء الله، مش هياخد معاكم وقت، وهيشرفكم في اي عزومه ممكن تعملوها. غطيته بقى بعد ما حطيت عليه الفحمايه عشان يكتم ريحه الفحم برضو بورق فويل، وعشان ازداد برضو من الريحه عايزاها تكتم اكتر حطيت عليه فوطه وكتمته برضو بورق الطاجن بالغطا بتاع الطاجن. وده شكله بقى بعد ما طلع. كان نفسي الصوره تبقى على بعيد شويه بس معرفش عمل زوم زياده. شكل الفراخ مع الرز، طبعا زينته بفلفل الوان، عايزه تزينيه بمكسرات، عايزه تزينيه باي حاجه زي ما انت عايزاها براحتك. انت الاساس اللي انت عاملاه تحفه، طعمه وهمي يشرفك في اي عزومه. طبعا لو عجبتكم الوصفه ما تنسونيش في اللايك والشير. باي باي.